قبل ما نبتدي يا أصحابي، عايزاكم بسرعة تروحوا تشتركوا في قناة حواديت أنتي لومي عشان يوصل لكم كل جديد. وحدوتة النهاردة بعنوان الفيل عجيب والنمر الغريب. كان يا مكان، كان في زمان نمر كبير كبير عايش في غابة بعيدة بعيدة. النمر ده في مرة من المرات يا أصحابي هجم على الغابة اللي هو عايش فيها أسود كتير كتير، وبوظوا الغابة دي خالص وخربوها. والنمر يا أصحابي جري وقعد يجري 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 وهرب بسرعة من الغابة، ولقى نفسه في المكان اللي احنا شايفينه دلوقتي. انا تعبت اوي من الجري النهارده. يا خبر ابيض، ده انا جريت كتير قوي. انا زعلان قوي على الغابة الجميلة اللي كنت عايش فيها، اتدمرت كلها. هو انا فين دلوقتي؟ المكان ده حلو خالص، بس برضه مش زي مكاني، مش زي بيتي. خلاص ما بقاش عندي بيت، انا بقيت وحيد. أحم. أنا سمعت كل اللي أنت قلت عليه دلوقتي. أنت مين وجاي هنا ليه؟ وإيه اللي رماك على الغابة السعيدة الجميلة بتاعتنا؟ أرجوك يا فيل، سيبني في حالي. أنا مش طايق نفسي أصلا. أنا جريت كتير قوي. أنا تعبان، أنا جعان، أنا عايز أنام، أنا عايز أستريح. أنا اسمي الفيل عجيب، ممكن تناديني زي كل الحيوانات ما بيقولولي. أنا اسمي عجيب. طيب يا حضرة الفيل عجيب، أنا جعان قوي وتعبان قوي. شوف لي أي مكان أنام فيه، أنا مش قادر أقف على رجلي من كتر الجري وكمان الخوف. أنا كنت خايف جدا. طيب لو ما فيهاش رزالة مني يا حضرة النمر، ممكن تقولي بس انت كنت بتجري من ايه وخايف من ايه وايه المشكلة بالظبط؟ يمكن اقدر اساعدك. انا فعلا عاوز اساعدك. انا الفيل عجيب اللي بساعد كل حيوانات الغابة. أسود شريرة هجموا على الغابة الجميلة السعيدة اللي كنت عايش فيها، وشردونا كلنا وخدوا الغابة ليهم هما. وأنا قعدت أجري مش عارف أنا رايح على فين، لحد ما لقيت رجلي جابتني هنا. أرجوك ساعدني. اكيد هساعدك، لازم اساعدك، متقلقش خالص. يلا بينا الاول اخدك اوديك عند الملك بتاع الغابة بتاعتنا، لان ما ينفعش اي حيوان غريب يدخل الغابة بتاعتنا من غير ما يكون الملك عارف. وارجوك اسمع الشروط بتاعتنا، ويا ريت تحافظ على الكلام بتاعنا وعلى نظامنا. أيوة طبعا ما عنديش أي مشكلة خالص. يلا بينا نروح للملك بتاعكم. أستسمحوا إن أنا أقضي شوية وقت هنا. طيب يلا بينا يا نمر يا جميل، انت اوديك عند الملك بتاعنا. الملك بتاعنا اسد جميل خالص، هيساعدك اكيد. إيه؟ بتقول إيه؟ أسد؟ أنا لا يمكن أروح عند أسد تاني. أنا هجري بسرعة، ده أكيد هيأذيني زيه زي الأسود الشريرين اللي كانوا هناك وخدوا البيت بتاعي وخدوا الغابة بتاعتي. لا استنى بس، استنى ارجوك، استنى ما تخافش. الاسد بتاعنا مش زي ما انت شايف خالص ولا عارف. الاسد بتاعنا طيب، بخلاف الاسود اللي هجموا على القرية ولا على الغابة بتاعتكو. اسمع بس مني الكلام، تعالى معايا وانت هتشوف بنفسك قد ايه هو كويس جدا، وعمره ما بيرد اي حد غريب بيلجأ له. تعالى يا اخي، تعالى، ما تبقاش كده خواف، تعالى ما تخافش. والفيل عجيب يا أصحابي خد النمر ومشيوا هما الاتنين عشان يوديه عند الملك، عند الأسد، علشان يساعده ويلاقيله مكان يقعد فيه في بيته الجديد في الغابة الجديدة اللي لجأ لها. اهلا يا عجيب، يا ترى مين الغريب اللي جايبه معاك ده؟ يا سعادة الأسد، ده نمر غريب اتعرض لمأساة بشعة جدا. الغابة بتاعتهم اللصوص هجموا عليها وخدوا البيت بتاعه وكمان مشوه برا الغابة، فهو لجأ لنا هنا. وانا عارف يا سعادة الأسد ان انت بتساعد اي حد غريب.
طبعا أنا بساعد أي حد غريب. الغابة بتاعتنا يا عجيب تساعي من الحبايب ألف. أي حد ملهوش مكان ولا مأوى مرحب بيه إن هو يجي ويقعد في وسطنا ويبقى له بيت جديد جميل. أشكرك يا سعادة الأسد. الحقيقة إن أنا كنت خايف منك جدا جدا لما جيت هنا وسمعت إن الملك بتاع الغابة هنا أسد، وما كنتش مصدق عجيب لما قال إن أنت كويس وطيب، وأنا دلوقتي بنفسي اتأكدت إن أنت كويس وطيب. أشكرك جدا على مساعدتك ليا. لا شكر على واجب يا غريب. احنا هنا ملاذ كل غريب. يلا بسرعة يا عجيب، خدوا وشوف له بيت هنا في الغابة وعرفوا على كل الحيوانات وكرموا آخر كرم وهاتله أكل ومية وحاجات كتير تساعده على إنه ينسى المأساة اللي حصلت له النهاردة. يلا اعمل لك همة يا عجيب. حالا يا سعادة الأسد، أنا هاخده دلوقتي عندي في البيت وأجيب له أكل وأريحه خالص وخليه يرتاح، وبعد كده هعرفه على كل حيوانات الغابة. وعجيب يا أصحابي خد النمر الغريب وراح عنده في البيت علشان يساعده ويجيب له أكل ومية ومكان عشان يرتاح فيه، وشكروا الأسد ومشيوا علشان ينفذوا المطلوب. يا عجيب مين ده اللي معاك؟ عرفني عليه. الله، هو ده ضيف عندك ولا ايه؟ انا اول مرة اشوفه هنا في الغابة. انا عارف كل الناس اللي في الغابة هنا. فعلا هو ضيف عندنا هنا، جاي علشان يقعد في وسطينا ونبقى احنا اهله، والغابة هنا هي بيته. احنا عاوزين نكرمه اخر كرم يا قرد علشان هو تعرض لمأساة مش كويسة خالص النهاردة. ارجوك ساعدني ان احنا نرفه عنه شوية ونساعده ونريحه على الاخر. طبعا يا عجيب، هو انا يعني اقدر اعمل غير اوامرك انت وسعادة الاسد؟ غير كده انت عارف ان انا بحب كل الناس الجديدة اللي تيجي تسكن هنا. على فكرة يا نمر، انا هعمل لك كل اللي انت عايزه، اطلب مني بس اي حاجة. ده انت ضيفنا وهتبقى واحد من اهلنا بعد كده. أشكركوا جدا يا جماعة، بجد والله أنا مش عارف أقول لكم إيه. انتوا كرمكوا غطاني على الآخر ونسيني المأساة اللي حصلت لي النهاردة. أشكركم جدا إن انتوا كنتوا نعم الأهل ونعم الناس اللي مضيفيني. شكرا جدا على مجهودكم وعلى ذوقكم. لا شكر على واجب يا صديقي، أنا ما عملتش غير الواجب، وده اللي مفروض نعمله مع أي حد غريب عشان ما يحسش بالغربة ويحس إن ده بيته. يلا بينا، يلا أجيب لك أكل، يلا وأجيب لك مكان تقعد فيه. ومن هنا ورايح يا أصحابي الغابة دي بقت هي بيت النمر الجديد، وكل اللي فيه بقوا هم أهله الجداد، والأسد عمل كل اللي عليه بصراحة، جاب بيت للنمر يقعد فيه، وكمان خلاه مقرب منه ولقاله شغل يعمله عشان ما يحسش ان هو متضايق. والنمر نسي كل المأساة اللي حصلت له وعاش حياة سعيدة في الغابة مع جيرانه وأصحابه وإخواته الجداد. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. أتمنى يا أصحابي إن هي تكون عجبتكم، وأتمنى إن انتوا ترجعوا مرات تانية كتير هنا في قناة حواديت أنتي لومي. باي باي يا أصحابي، وما تنسوش تشتركوا في القناة. باي باي.